السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بعد ما صديقي ما نزلنا الأكل قلنا بقى نحل. يعني احنا صديقي نزلنا لك فيديو مراجعة شاملة على الوحدة الثالثة، فحبينا بقى صديقي نحل بقى، ننزل بقى فيديو ايه؟ حل. نزلنا كده شوية أسئلة لذيذة تخليك تلم الوحدة الثالثة مع الشرح، بحيث ان احنا باذن الله صديقي يبقى مقفلين الوحده الثالثه دي، خلاص ننساها بقى ونبدا نتفرغ للوحده الايه الرابعه. حلو، بس ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو، عشان خاطر بفضل ربنا وبفضل دعمكم نوصل ل 100,000 سبسكرايب. يا رب بقى، يا رب على اخر السنه كده نوصل ل 100,000 سبسكرايب. قبل اي حاجه صديقي بنبدا الاول بالصلاه على الحبيب ونقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تعالى يا باشا كده بقى نحل اول سؤال. تعال نحل اول ايه سؤال. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك بعد تحقيق عمرو بن العاص هدفه في اول اشتباكاته مع الروم. يعني عمرو بن العاص لما حقق هدفه في اول اشتباكاته مع الروم، هي ايه اول اشتباكاته مع الروم؟ قال لي اول اشتباك لي مع الروم كان في الفارما. صح؟ قلت له ده كلام جميل. قرر اعتماد اسلوب عسكري قائم، يعني انت بعد ما انتصرت في الفارما اتبعت اسلوب عسكري قائم على ايه؟ هل بعد الفارما عمرو بن العاص اتجه للاسكندريه؟ قول له ما حصلش والله. عمرو بن العاص قال لك لا، ما امشيش واروح للاسكندريه اللي هي العاصمه، انا انزل تحت كده في الصحراء الشرقيه، انزل على بلبيس. قلت له ليه؟ قال لي عشان احقق عنصر المفاجاه وكمان احتمي بالصحراء، عشان احنا جامدين في الصحراء انما الروم ضعاف في الصحراء، ما عرفوش يحاربوا في الصحراء، فرافير في الصحراء، فرافير بايه؟ في الصحراء. فهنا صديقي هو اتبع اسلوب ايه؟ الخداع الاستراتيجي. ما بقول لك اهو، بيخدع الروم فاكرين ان عمرو بن العاص هيروح فين؟ هيروح على العاصمه اللي هي الاسكندريه، فهو ايه؟ نزل لهم تحت، نزل على بلبيس. سؤال رقم 2. امر عمرو بن العاص باعاده حفر القناه القديمه. استنى، هي ايه القناه القديمه؟ قال لي اللي هي خليج طرجان. خليج ايه؟ طرجان. تمام؟ فهو امر باعاده حفر خليج طرجان زمن الرومان. طب بهدف؟ قال لك والله عشان ينشط حركه التجاره ويربط مصر بالحجاز، او يربط مصر بشبه الجزيره العربيه. عشان كده اعاد حفر خليج طرجان واتسمت بخليج امير المؤمنين. يبقى هو صديقي تسهيل حركه الملاحه او حركه التجاره، لان بالفعل صديقي خليج امير المؤمنين هيؤدي الى زياده نشاط الفسطاط الاقتصادي. هيخلي الفسطاط يا صديقي الظاهر يلعب معاه، الظاهر يلعب معاه، لان السفن هتبقى محمله بقى بالبضائع والغلال وايه، ليله كبيره سعادتك. سؤال رقم 3. اتخذ حكام دولة بني العباس في حكم مصر سياسة قائمة على ايه؟ هل تغيير الولاية بصورة مستمرة؟ اقول له ده كلام مظبوط. دي كانت سياسة يا صديقي الخلفاء العباسيين في مصر، ان هم يغيروا الولاة بصفة مستمرة. ليه؟ لان في العصر العباسي الثاني الخليفة كان ضعيف، ومصر كانت بعيدة عن مركزية بغداد، فكان الخليفة العباسي يا شباب بيخاف ان الوالي اللي بيحكم مصر يستقل بمصر عن الدولة العباسية. عشان كده كانوا بيغيروا بصفة ايه؟ مستمرة. لكن مش ارسال احدى قادة الجيش، ولا تعيين احد افراد الاسرة الحاكمة، ولا منح مصر استقلالا ذاتيا، لا. سؤال رقم 4. عمرو بن العاص وعبد العزيز بن مروان وجوهر الصقلي شخصيات حكمت مصر، ويجمع بينهم الثلاثة دول بيتشابهوا في ايه؟ هل تأسيس دول مستقلة؟ لا. هل بناء مدن جديدة؟ الكلام ده مظبوط. او اتخاذ مدينة جديدة. يعني ليه؟ عمرو بن العاص انت عارف ان هو بنى مدينة الفسطاط وخلاها عاصمة الايه؟ عاصمة مصر. تمام؟ وعبد العزيز لما اتصاب بمرض الجذام نقل العاصمة الى ايه؟ الى حلوان. تمام؟ وجوهر الصقلي برضو اول لما دخل بنى مدينة القاهرة. يبقى انا عندي هنا الفسطاط وادي حلوان وادي القاهرة، لكن طبعا مش مواجهة الصليبيين ولا مواجهة المغول. تمام؟ سؤال رقم 5. نجح احمد بن طولون في تثبيت حكمه في مصر، يرجع بشكل اساسي الى العامل الاساسي اللي خلى احمد بن طولون يثبت حكمه. العامل الاساسي، هل كثرة الاموال التي جمعها؟ لا.
ولا قوة الدعم العباسي له، يعني العباسيين مش بيدعموه لا، ولا ضعف البلاد المجاورة، ولكن يا شباب حسن سياسته في إدارة البلاد. أحمد بن طولون كان معروف عنه بكفاءته الإدارية. أول لما دخل مصر صديقي درس أحوال مصر وتقرب من الشعب المصري. حلو. فلما تقرب من الشعب المصري ضم عدد كبير منهم إلى حاشيته، يعني المصريين بقوا أعوان أحمد بن طولون. فأحمد بن طولون بقى بيعمل إيه؟ بيعرف من خلال المصريين نواحي القصور في الإدارة ويبدأ يعالج المشكلات اللي موجودة في البلد. تمام؟ فده خلاه صديقي يسيطر على مصر بسهولة. يبقى أنت ثبتت حكمك عن طريق حسن سياستك في إدارة البلاد. سؤال رقم 6، هدفت سياسة ابن طولون في الشام بعد دخوله لها إلى، يعني أحمد بن طولون لما دخل الشام سياسته كانت قايمة على إيه؟ هل احتلال المدن فقط دون إدارتها؟ لا، خلاص أنا سيطرت عليها كلها وبقيت أنا بادرها. هل تحويل الشام إلى مركز للتجارة؟ لا. هل الانسحاب من العلاقات الإقليمية؟ لا، ملهاش علاقة خالص. ولكن التأسيس لدولة قوية تعتمد على رضا السكان، هو ده اللي كان بيعمله أحمد بن طولون يا شباب. يعني في الشام لما كنيسة مريم اتحرقت أعاد إعمارها ومن ماله الخاص. وكمان يا صديقي لما راح طرسوس، فاكر أنت لما راح طرسوس؟ مستر راح طرسوس وقعد كده وقضى حوائج الناس. مين عايز يتجوز جوزوه، مين عايز يتجهز جهزوه. فهنا صديقي كان ايه؟ كانت سياسته قايمه على رضا الناس. يقول لك رضا الناس اهم من اي حاجه. تمام؟ اهم حاجه حب الناس، حب الناس يا شباب، لازم حب الناس ده. 7، كان للخمروي السبق في توطيد، يعني تثبيت العلاقه الجديده مع الخلافه العباسيه من خلال يعني هنا خمروي صديقي قدر يحسن علاقته مع الخليفه العباسي. ازاي؟ هل التسامح واحترام الاديان؟ لا. مد نفوذه للشام؟ لا برضه. ولا تبعيته للدوله العباسيه. ولكن يا صديقي الروابط الاجتماعيه، عمنا خمروي كان عنده بنت جميله جدا اسمها اسماء، تمام، وكانت معروفه بقطر الندى. راح عمل ايه؟ قال لها بقول لك ايه، انا جايب لك عريس. قالت له مين؟ انا جايب لك خليفه عباسي وهو المعتض. قالت له يا بابا بس انا بحب رامي. قال لها رامي بلا بتاع، بقول لك خليفه عباسي، مش هتتجوز غير ده. مش هتتجوز ايه غير ده. هو كده احنا عايزين نحسن العلاقات مع الخليفه العباسي. الله، بلا رامي بلا بودي بلا بيبي، انسي الكلام ده يا حبيبه قلبي. احنا عايزين ايه؟ عايزين نجوزك للخليفه عشان خاطر ناخد مصلحتنا وناخد استقلال كامل في مصر والشام. فهنا طبعا عملت بلوك لبودي وراحت طبعا اتجوزت مين؟ الخليفه المعتض. سؤال رقم 8، نجح محمد بن طغ الإخشيد في الوصول إلى حكم مصر بفضل، يعني محمد بن طغ وصل لحكم مصر بفضل إيه؟ قال له والله يا مستر هو لما أمن طريق الحج. فاكر أنت الحجاج كان بيعتدي عليهم مجموعة من الأعراب، فعمنا محمد بن طغ مسك الأعراب ظبطهم وأمن طريق الحج، خلى الحجاج يروحوا لمكة ويحجوا في سلام. تمام؟ فطبعا لما عمل الكلام ده اتصيط عند الخليفة العباسي اللي هو الراضي بالله، فمسكوا حكم مصر. يبقى انت هنا لما امنت طريق الحج واثبتت مهارتك العسكرية خلت الخليفة العباسي يرضى عنك ويمسكك ايه؟ حكم مصر. يبقى صديق اهو كفاءته العسكرية. تمام؟ على عكس احمد بن طولون وصل لحكم مصر بفضل العلاقات الاجتماعية اللي هو طبعا جوز امه بايكباك. سؤال رقم 9، المكانة الكبيرة التي تمتع بها قافور في تاريخ الدولة الإخشيدية اكتسبها من ايه؟ طبعا يا صديقي انت عارف ان قافور كان قوي جدا وقدر ان هو يحافظ على الامن في مصر والشام. حافظ على الامن في مصر والشام وحافظ على الدولة الإخشيدية بعد ما مات محمد بن طغ، لدرجة ان الخليفة العباسي ما كانش بيقدر يتدخل في شؤون الدولة الإخشيدية عشان قافور ده كان معروف عنه بكفاءته وقوته، كان قوي جدا يا شباب. تمام؟ فطبعا هنا المكانة الكبيرة اللي تمتع بها قافور هو حفاظه على املاك الدولة الإخشيدية. الراجل مديك امانة انت حافظت عليها، فده خلى ليه تاريخ كبير في الدولة الإخشيدية. لكن مش تربية ابناء هي اللي خلت له يبقى فيه تاريخ كبير
بالنسبه للدوله الايه الاخشيديه، مش عشان هو بيربي عياله يعني، مفيش الكلام ده. يعني احنا اصلا ما كناش هنعرف كافور ده لو ما كانش حكم مصر اصلا، ما كانش هي حكم مصر. فهو لما وصل لحكم مصر بالوصايه على ابنه ابو القاسم انجور، ده اللي خلاه صديقي يحكم بقى بشكل فعلي، وهو اللي يسيطر على مقاليد الحكم، وهو اللي يحافظ على الامن في مصر والشام. فده طبعا اداله مكانه كبيره، لكن مش رفضه ان يلقب بلقب امير ولا تواضعه وزهده في السلطه. سؤال رقم 10. يتشابه الطولونيين والاخشيديون في يعني انا عايز تشابه هنا. هل طريقه سقوط دولتهم؟ اقول لك لا، لان الطولونيه سقطت على يد الدوله العباسيه، انما الاخشيديه سقطت على يد الدوله الفاطميه. طب ايه العاصمه؟ لا، الطولونيه القطائع والاخشيديين كانت عاصمتهم العسكر. هل السيطره على الحجاز؟ اقول لك ده كلام مظبوط، هما الاثنين سيطروا على الحجاز والشام. يعني اذا كانت الدوله الطولونيه او الدوله الاخشيديه، الاثنين سيطروا على الحجاز والشام، لكن مش العلاقات الاجتماعيه بالعباسيين. طبعا اللي عمل علاقات اجتماعيه بالعباسيين هو خمراوي. خمراوي كان حمى الخليفه العباسي المعتض. سؤال رقم 11. احد العوامل الطبيعيه التي اسهمت في قيام الدول المستقله في مصر. انا عايز ايه بقى؟ عامل طبيعي. عايز اعمل ايه؟ طبيعي. هل كثره الثروات الاقتصاديه؟ اقول لك لا، لان الثروات الاقتصاديه في منها الطبيعي وفي منها البشري. انا عايز بقى عامل طبيعي. عامل ايه طبيعي؟ يعني مثلا في فلوس والكلام ده، وده عامل بشري مش عامل طبيعي. طيبة ومسالمة المصريين ده اجتماعي. حدود مصر لا، ولكن بعد موقعها عن الخلافة العباسية ده بقى عامل جغرافي، يعني عامل طبيعي. تمام؟ فلما اقول لك من العوامل الطبيعية او العوامل الاستراتيجية اللي شجعت الولاة في ان هم يستقلوا بحكم مصر او ينفردوا بحكم مصر، هو بعد موقعها عن مركزية بغداد اللي هي الخلافة العباسية. سؤال رقم 12. أراد الفاطميون من إنشاء مدينة القاهرة كعاصمة لهم. طبعا جوهر الصقلي لما بنى القاهرة بناها ليه؟ قال له والله يا مستر علشان خاطر توطيد حكم الفاطميين، يعني أنا من خلال القاهرة هسيطر على مصر كلها، هي تبقى المركز، هي تبقى العاصمة. تمام؟ فطبعا أنا عملتها ليه؟ لتثبيت أركان دولتهم في مصر، ما عشان هي تبقى إيه؟ العاصمة، لكن مش عشان ينعزل ولا انشاء مدينه للعلم ولا حمايه قواتهم من هجمات العباسيين. سؤال رقم 13. احد العوامل التي ساعدت الفاطميين على ضم مصر. يعني انت عارف ان الفاطميين بعتوا 3 حملات للاستيلاء على مصر بس ما عرفوش، ولكن يا صديقي بعد وفاه قافور الاخشيد الدوله الاخشيديه هتبدا تنهار وتضعف. فالفاطميين يقول لك بس فرصتنا بقى، مصر ضعفت فنروح نستولى عليها. فبعتوا جوهر الصقلي وكان معاه 100,000 مقاتل، وقدروا صديقي ان هم يسيطروا على مصر. يبقى انت بعت وسيطرت على مصر لما لقيت ايه؟ حصل ضعف وانهيار الدولة الاخشيدية. يجي يقول لك ايه؟ تبعيات وفاة قافور، لان من تبعيات وفاة قافور الاخشيد يا صديقي ضعف وانهيار الدولة الاخشيدية. فده ادى الى سيطره الفاطميين على ايه؟ على مصر، لكن مش ضعف خلفاء العصر العباسي الاول، بالعكس الخلفاء في العصر العباسي الاول كانوا جامدين جدا، ولا مسانده البيزنطيين ولا مسانده الاتراك للدوله الفاطميه، لا خالص. سؤال رقم 14. تشابه موقف جوهر الصقلي مع المصريين عند دخوله مصر مع دخول اي من الاتي. طبعا انت عارف ان جوهر الصقلي لما دخل المصريين شافوا معاه 100,000 مقاتل، قال لك يا ساتر يا رب ايه ده؟ الراجل ده جامد جدا، فخافوا صديقي من قوته العسكريه فطلبوا الامان. طلبوا ليه؟ الامان. جوهر الصقلي هيعمل ايه؟ هيديهم الامان. هيديهم الايه؟ الامان. يبقى انا اديت للمصريين اهو الامان. طب ده اللي اشتغل مع مين؟ مع عمرو بن العاص. فاكر عمرو بن العاص لما دخل مصر يا شباب وبعد صلح الاسكندريه اصدر بيان اسمه بيان الامان، اللي هم انا بامنكم بقى على ارواحكم وكنائسكم واعراضكم واموالكم وكل حاجه. تمام؟ فطبعا اللي عمله جوهر اهو مع المصريين بيتشابه مع اللي عمله عمرو بن العاص مع المصريين. سؤال رقم 15. دخول القائد جوهر الصقلي الاسكندريه سلميا يشبه دخول عمرو بن العاص طبعا مدينه العريش، لان انت عارف ان عمرو بن العاص دخل مدينه العريش سلمي، ما حصلش اي قتال في مدينه العريش خالص، ولا حتى المصريين قاوموا عمرو بن العاص لان المصريين كانوا بيكرهوا الحكم الروماني. تمام؟ فطبعا اهو ده بيتشابه مع العريش، لكن طبعا عمرو بن العاص اشتبك في الفرمه وبالبيس والاسكندريه. سؤال رقم 16. العامل المشترك بين اعمال عمرو بن العاص
وجوهر الصقلي في مصر متمثل في الاهتمام بالجانب ايه يا شباب؟ انا بقول لك عايز عامل مشترك بين الاثنين. طبعا هما الاثنين يا صديقي اهتموا بالجانب السياسي والديني. الجانب السياسي والايه والديني. ازاي؟ طبعا انت عارف ان هما الاثنين بنوا مدينه وخلوها عاصمه، تمام، لتحقيق الاستقرار الداخلي والسيطره على مقاليد الحكم في مصر. انا عايز اسيطر على مصر، فبنيت ايه؟ عاصمه، عشان من خلال العاصمه ده هسيطر عليه على الدوله. فكده يا صديقي اهو هما الاثنين اهتموا بالجانب السياسي والجانب الديني برضه، لان عمرو بن العاص صديقي اصدر بيان بيبين فيه سماحه المسلمين الدينيه، تمام. فهو اظهر التسامح الديني للمصريين، للاقباط اللي موجودين في مصر. حلو. جوهر الصقلي برضه يا صديقي انت عارف ان هو على المذهب الشيعي، فكان طبعا ايه يا صديقي عايز بقى ايه؟ يخلي مصر دوله شيعيه، تمام. وطبعا بينشر الدعوه الفاطميه في مصر، ان هم طبعا يا صديقي يدعو للخليفه الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، ان هو يبقى خليفه المسلمين يعني بدل الخليفه العباسي. حلو. فهم الاثنين يا صديقي اهتموا بالجوانب الايه؟ السياسيه والدينيه. 17 انفرضت الدوله الفاطميه عن نظيرتها الطولونيه والاخشيديه. عن نظيرتها الطولونيه والاخشيديه، يعني عايز حاجه الدوله الفاطميه بتتميز بيها. الدوله الفاطميه بتتميز بايه؟ هل عدم الانفصال عن الدوله العباسيه؟ بالعكس هي منفصله عن الدوله العباسيه. هل الدعاء للخليفه العباسي؟ لا، هي ما بتدعيش للخليفه العباسي. هل تقويه العلاقات الاجتماعيه بالدوله العباسيه؟ لا، ولكن هي مش بتعترف بالخلافه العباسيه. ليه؟ قلت لك الفاطميين على المذهب الشيعي، فهم شايفين اللي ليه الاحقيه في الخلافه واحد منهم، واحد من نسل علي بن ابي طالب. فهم مش بيعترفوا بالخليفه العباسي ان هو خليفه المسلمين، على عكس الطولونيين والاخشيديين. فاكر لما قلت لك هم استقلوا او الاستقلال مع التبعيه للخلافه العباسيه، تمام. لكن الفاطميين ما بيعترفوش. سلام. رمضان حلو يا شباب، رمضان حلو بجد، الواحد مبسوط في رمضان كده وفي راحه نفسيه، شام ريحه بخور كمان. سلام سلام. سؤال رقم 18 اشتهرت فترة حكم المستنصر بالله بالتناقض متمثلة في ايه؟ لان انت عارف ان عهد المستنصر كان عصر متناقض. ليه؟ لان المستنصر يا صديقي كان في بداية حكمه كانت الدولة الفاطمية قوية جدا جدا، وصلت مدى النفوذ السياسي والعسكري، تمام. لكن يا صديقي في اواخر عهده ضعفت الدوله الفاطميه بسبب الازمه الاقتصاديه اللي اتسمت طبعا بالشده المستنصريه. حصلت كارثه طبيعيه ان طبعا ميه النيل جت قليله، فلما ميه النيل جت قليله طبعا الزرع قليل، فالناس جاعت وناس كتير ماتت وانتشرت امراض الطاعون، تمام. فطبعا يا صديقي اهو اشتهرت فتره حكم المستنصر بايه؟ بالقوه السياسيه والعسكريه والانهيار الاقتصادي. انا قلت لك هو كان قوي سياسي وعسكري، بس في اواخر عهده هتحصل ايه؟ انهيار اقتصادي، تحصل ازمه اقتصاديه لدرجه ان المستنصر يا صديقي هيقعد يشحت، عايز اكلوني بالله عليكم. سؤال رقم 19 الظروف المتدهوره للشرق هي التي دفعت اوروبا الى ارسال حملات الصليبيه. طبعا هم صديقي انت عارف ان هم يبعتوا 7 حملات، تمام. قلت له ده كلام جميل. وكانت متمثله في ايه؟ طب انت عارف ان اول حمله بعتها الصليبيين، مستغلين ايه؟ قال لي والله مستغلين انقسام العالم الاسلامي. انت عارف العالم الاسلامي كان منقسم لخلافتين، خلافه عباسيه وخلافه فاطميه. خلافه عباسيه على المذهب السني وخلافه فاطميه على المذهب الشيعي. فانا استغلت ايه؟ انقسامات مذهبيه وسياسيه. تمام. ما انا عندي في انقسامات مذهبيه، ان قلت لك العباسيين على المذهب السنه والفاطميه على المذهب الشيعي. غير كمان يا صديقي ان كان في انقسام، لان هتلاقي حتى مصر كان فيها الدوله الفاطميه والشام فيها دوله السلاجقه، والاثنين دول منقسمين، لان انت عارف لا السلاجقه طايقين الفاطميين ولا الفاطميين طايقين السلاجقه بسبب الاختلافات المذهبيه، لان السلاجقه على المذهب السني. حلو. فطبعا لو الصليبيين جم هل الفاطميين والسلاجقه هيتحدوا مع بعض؟ مستحيل، منقسمين. فهنا الانقسام السياسي والمذهبي هو اللي سهل على الصليبيين ان هم ينجحوا في الحمله الصليبيه الاولى.
سؤال رقم 20. من خلال دراستك لأحداث الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، أي من البقاع الآتية تعرض للخطر الصليبي أولا؟ هي الحملة الصليبية الأولى لما جت فين يا شباب؟ جت في الشام، وكونت 3 إمارات ومملكة: إمارة الروحة وأنطاكيا وطرابلس ومملكة بيت المقدس. تمام؟ فطبعا يا صديقي البقاع التي تعرضت للخطر الصليبي أولا هو الساحل الشرقي للبحر المتوسط. اللي هو إيه الساحل الشرقي للبحر المتوسط ده يا شباب؟ اللي هي منطقة الشام. منطقة إيه الشام؟ لكن مش بلاد المغرب الإسلامي ولا حاضرة الدولة العباسية ولا العاصمة. 21. حرص صلاح الدين على الاستيلاء على المدن الساحلية قبل استرداده بيت المقدس. حلو. انت عارف ان صلاح الدين يا شباب انتصر في معركة ايه؟ حطين. فبعد ما انتصر على الصليبيين في معركة حطين، ما راحش استولى على بيت المقدس دايركت، لا. الاول عمل ايه؟ راح سيطر على المدن الساحلية. قلت له ليه يا عم الحاج؟ قال لك عشان خاطر ما خليش الصليبيين اللي موجودين في الشام يجي لهم اي امدادات من اوروبا، فاعمل عليهم كماشة، اعمل عليهم حصار. اعمل عليهم ايه؟ حصار. يبقى هو استولى على المدن الساحلية قبل بيت المقدس ليه؟ تقول لي يا باشا عشان يطبق الحصار عليهم او يمنع وصول امدادات بحرية للصليبيين، مش عايز يجي لهم اي امدادات، عشان كده سيطرت على المدن الساحلية الاول. سؤال رقم 22. كانت المياه سببا في هزيمة الصليبيين في؟ قال يا صديقي المية كانت سبب في هزيمة الصليبيين في معركة حطين. فاكر انت في معركة حطين صلاح الدين شغل دماغه، خلى بحيرة طبرية في ظهره عشان يمنع المية عن العدو. يمنع المية عن ايه؟ عن العدو. فيا عين العدو لما اشتد الظما عليه يا صديقي، اشتد العطش، جري على بحيرة طبرية، فهب المسلمين بيو 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 قاموا يا صديقي مخلصين على الصليبيين وانتصروا في معركة حطين. تمام؟ يبقى احنا في معركة حطين قطعنا عنهم المية، قفلنا الحنفية، لكن في الحملة الصليبية الخامسة هنفتح عليهم المية. الفلاحين هيفتحوا يا صديقي السدود والترع، هوب هيغرقوا الايه؟ الصليبيين، وهيقطعوا الصلة بين الصليبيين وبين قاعدتهم العسكرية في دمياط. يبقى انت استفدت من المية في حطين والحملة الصليبية الايه؟ الخامسة. سؤال رقم 23. لمواجهة الخطر المغولي اتبع الناصر محمد بن قلاوون وسائل. طبعا يا صديقي الناصر محمد بن قلاوون انتصر في معركة مرج الصفر. مرج الايه؟ الصفر. وبعد ما انتصر على المغول وضربهم عمل معاهم صلح، قال لهم بقى خلاص بقى كفايه بقى، انتوا قرفتونا بقى، مش كل شويه نضربكم. فطبعا يا صديقي عمل معاهم صلح، فخلاص انتهى الخطر المغولي. انتهى الخطر ليه؟ المغولي. يبقى انا نهيت على الخطر المغولي بعد ما ضربتهم وعملت معاهم صلح، يبقى عسكري وسياسي. 24. توقف الصليبيون عن مهاجمة مصر بعد قيام حكام المماليك بايه؟ يعني خلاص الصليبيون يا شباب ما بقوش يهاجموا. معلش احنا نسأل نفسنا سؤال الاول، هو مين اللي وقف خطر الصليبيين؟ قال لي والله الاشرف بيرسباي. الاشرف بيرسباي هو اللي وقف خطر الصليبيين، وده لما اخضع جزيرة قبرص. فاكر عمل ايه في الملك بتاعها؟ جانوس. لما جابوا وربطوا وقال لك جانوس مربوط زي الجاموس، جاموس زفوا في القاهرة. ومن ساعتها الصليبيين يا شباب بقوا بيدفعوا جزية لمين؟ للمماليك. خلاص ما انا اخضعت جزيرة قبرص خلاص. ومن ساعتها بقى الصليبيين ما بيهجموش على مصر تاني ولا بيهجموا على المسلمين. فهنا صديقي توقف الصليبيين عن مهاجمة مصر بعد اخضاع جزيرة ايه؟ قبرص. 25. وجه الشبه بين دولتي الايوبيين والمماليك اثناء حكم مصر يكمن في ايه يا شباب؟ طبعا انا بتكلم هنا على الشبه. طبعا الشبه هنا في التفوق العسكري في مواجهة المخاطر. تمام؟ ليه؟ لان دولة الايوبيين هي اللي تصدت للحملات الصليبية، يعني هي تصدت للخطر الايه؟ الصليبي. والمماليك برضه صديقي هتصد للخطر المغولي وكمان الخطر الايه؟ الصليبي. ده هم اللي هيطهروا الشام من الصليبيين، يعني هم اللي هيطردوا الصليبيين من الشام. حلو. لكن مش اتساع حدود مصر داخل اوروبا، ولا انتهاء دور مصر القيادي، ولا استقلال السياسي عن دوله الخلافه، لا. تعال نتكلم عن المجموعه الثانيه. بعد عقد مؤتمر الجابيه خرج عمرو بن العاص بجيشه من قيصريه متجها الى العريش
في ضوء هذه العبارة حدد بإتمام الفتح الإسلامي لمصر امتدت الدولة الإسلامية في. طب انت كده عملت ايه؟ انت كده فتحت مصر في افريقيا. مش احنا قلنا صديقي ده كان اول خروج للفتوحات في من القاره الاسيويه، اول خروج للفتوحات من القاره الاسيويه لما فتحت مصر، فاصبحت الدوله الاسلاميه موجوده في اسيا وموجوده في في افريقيا، كده قارتين. سؤال رقم 2. استعمل الخريطه التي امامك ثم حدد الحدث التاريخي الذي تشير اليه. طبعا يا صديقي ده جايب لك فتح مصر، يعني ده سؤال عبيط قوي، يعني فتح الاسلام من مصر يعني. سؤال رقم 3. التصرفات الفدائية قد تكون سببا في حسم بعض المعارك. العبارة السابقة تنطبق على أحداث فتح الفدائي هو الزبير بن العوام. ليه؟ الراجل ده كان شجاع يا صديقي، الراجل ده طلع فوق الحصن وكبر، فالروم لما سمعوا تكبيرة الزبير بن العوام خلعوا. قال لك انا في الخلعون وانت في مش فاكر، انا في الشلخون وانت في الخلعون، اي حاجه يعني. المهم الروم ايه؟ جريوا، لان الزبير بن العوام اعتمد على الحرب النفسيه، خوفهم. فطبعا يا صديقي ده ظهر في ايه؟ في حصن بابليون، طلع هو بنفسه وكبر فوق الحصن، فدي عمليه فدائيه بمعنى اصح. سؤال رقم 4. قال بنيامين في ظل الحكم الاسلامي: كنت في بلدي فوجدت بها امنا بعد الخوف واطمئنانا بعد البلاء. من خلال هذه العباره اكد المسلمين مفهوم، طبعا يا صديقي احنا بنأكد مفهوم الايه؟ التعايش مع الاخرين او التعايش السلمي. ليه؟ عمرو بن العاص صديقي ادى الامان للمسيحيين، وجاب بطريرك اللي هو طبعا بنيامين وخلاه يرجع لكنيسه الاسكندريه صديقي ويمارس معتقداته الدينيه عادي جدا. عشان كده صديقي بنيامين قال لك: وجدت في بلدي امنا بعد خوف. سؤال رقم 5. تعدد الولاء الذين حكموا مصر في عهد الخلافه العباسيه. في ضوء هذه العباره حدد الذين حكموا مصر خلال فتره الدول المستقله كانت اصولهم ايه؟ يعني اللي حكموا مصر خلال الدول المستقله كانت اصولهم ايه؟ طبعا اصولهم يا صديقي اسيويه. ليه اسيويه؟ لان هم اتراك. لان هم ايه؟ اتراك. انت عارف، خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك يا حبيبي، الاتراك دول كانوا موجودين في وسط اسيا وشمال اسيا. ما تفتكرش ان الاتراك دول اللي هم مرتبطين بتركيا بس، لا، الاتراك دول اللي موجودين في وسط اسيا وشمال اسيا، دول الايه؟ الاتراك. تمام؟ فهم طبعا اصولهم اسيويه. سؤال رقم 6. من خلال دراستك النص الذي امامك يتطابق مع اي مما ياتي. بيقول لك: كتب يرجوخ الى ابن طولون: تسلم من نفسك لنفسك. طبعا يا صديقي يرجوخ ده يبقى حما احمد بن طولون، فقال له خليك زي ما انت بتحكم بالانابه. تمام؟ فده معناه ايه؟ معناه مطالبه يرجوخ لابن طولون ابقاء ابن طولون في حكم مصر. قال له خليك زي ما انت، ليك زي ما انت. لكن طبعا هو مش هنا بيطالبه بدفع المال له ولا تدور الوضع العسكري، ولا هو بيقول له هنا خليك امسك بالانابه. الرساله يعني مقصود بها ان خليك احكم مصر زي ما انت بالانابه. 7. اهل مكه ادرى بشعابها. حكمه عربيه طبقها في مصر الحاكم احمد بن طولون. احمد ابن طولون. ليه؟ انا دلوقتي جاي مصر، انا راجل تركي، هدير مصر ازاي وانا ما اعرفش عن مصر اي حاجه؟ فهستعين بمين؟ بالمصريين، لان المصريين هم اللي هيعرفوني نواحي القصور في الاداره، وهنقدر نعالج المشكلات في مصر ونسيطر على مصر عن طريق المصريين. فهنا اهل مكه اللي هم طبعا اهل البلد المصريين هم اللي ادرى بمصر، هم اللي ادرى ايه؟ بمصر. سؤال رقم 8. من خلال خريطه الدوله الطولونيه حدد اتجه احمد بن طولون بعد دخوله دمشق اليه. انا صديق احمد بن طولون بعد ما دخل دمشق، بعد ما دخل ايه؟ دمشق، هيخش الى فين؟ اتجه الى فين؟ يعني انا دخلت دمشق هنا، اتجهت فين؟ هوب 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 في الشمال. يعني اتجه احمد بن طولون بعد دخوله دمشق الى الشمال لحد ما وصل الى طرسوس. وصل لطرسوس هنا وهنا بقى حدود مع الدوله الايه؟ البيزنطيه. سؤال رقم 9. احيانا تكون الحرب اداه لتحقيق السلام. اي من ولاة مصر طبق هذا الامر في علاقته بالدوله العباسيه؟ يعني الحرب ساعات بتبقى اداه لتحقيق السلام. هي حصلت حرب
بين مين ومين؟ قال لي بين الخليفه العباسي وحاكم مصر وهو خمراوي. حصلت بينهم حرب، بس خمراوي ده كان ذكي جدا. قال لك يا باشا انا ضربت الجيش بتاع الخلافه العباسيه، فالخلافه العباسيه مش هتسيبني، هتبدا تخش معاه في صراعات كتير، فالطيب احسن انا هكلم الخليفه العباسي واعمل معاه صلح. وبالفعل الخليفه العباسي في الوقت ده اللي اسمه المعتمد هيعمل صلح مع خمراوي ويديله حكم مصر هو وعياله لمده 30 سنه. فبص، ما محبه الا بعد عداوه، يعني كان في صراع ما بينهم اهو، ولكن يا صديقي اتقلب لصلح. يبقى خمراوي. امامك صوره لاحد معالم مدينه القاهره، في ضوء هذه الصوره اجب اي من حكام مصر لم يشهد الاثر الموجود في الصوره. يعني حاكم في مصر ما شهدش الاثر اللي موجود في في الصوره. تمام. طبعا هو بيقول لك في القاهره، طبعا اللي بنى القاهره بمعالمها ومنها يا شباب هو طبعا جوهر الصقلي. فاحنا عايزين واحد قبل جوهر الصقلي. مين في دول قبل جوهر الصقلي؟ خمراوي. كل ده جه بعد جوهر الصقلي، يعني بعد بناء مدينه القاهره. لكن الشاب اللي هو اسمه خمراوي ده، الراجل ده قبل جوهر الصقلي اصلا، ده في عهد الدوله الطولونيه. سؤال رقم 11. السياسه ليس لها نظام ثابت، فعدو الامس هو صديق اليوم. يعني سبحان الله صديقي كده، ممكن تلاقي واحد صاحبك كده انتوا زمان كنتوا بتتخانقوا مع بعض ونازلين ضرب في بعض ودس في بعض، ودلوقتي انتوا حبايب اصلا وبتحبوا بعض. فاهم؟ فهو بيقول لك عدو الامس هو صديق اليوم. عدو الامس هو صديق اليوم. اعمل بقى منشن بقى لصاحبك اللي انتوا كنتوا اصلا بتتخانقوا ومش طايقين بعض. يعني انا في واحد صاحبي اصلا ما كنتش طايقه في الجامعه، تمام، والله ما كنتش طايقه بجد. فسبحان الله صديقي كده هوب، دلوقتي انا وهو كده صحاب جدا. احنا الاتنين ما كناش طايقين بعض في البدايه، ودلوقتي احنا صحاب كده بجد. تمام. فطبعا هو صديقي عدو الامس هو صديقي اليوم، ده بينطبق على مين؟ على خمراوي مع الخليفه العباسي المعتمد. اتضربوا وبعد كده اتصالحوا. سؤال رقم 12. الحكمه التي تنطبق على طريقه اختيار قافور الاخشيد للحكم هي؟ طبعا يا صديقي قافور الاخشيد ده مسك الحكم لان هو كان الاستاذ البرايفت لعيال محمد بن طغ. فمحمد بن طغ عارف ان الراجل ده مخلص، فامنوا على عياله وامنوا على الدوله الاخشيديه. فبص عشان انت عالم هو خلاك مدرس برايفت لعياله، فبص وصلت للحكم بفضل علمك. لان انت لو مش عالم ما كنتش هتعلم عيال محمد بن طغ، ما كنتش هتوصل لحكم مصر. يبقى العلم هنا بيرفع من شأن صاحبه. 13. من خلال الخريطة التي أمامك حدد كان أكثر حدود مصر خطرا على أمنها في عهد الحكم الإخشيدي. حدودها، أكثر الحدود دينجرس هي الحدود الغربية. اشمعنى مصر الغربية؟ لأن أكتر حد كان بيهاجم على الإخشيديين هم الفاطميين، والفاطميين كانوا موجودين في المغرب الإسلامي. تمام. فطبعا اكتر حدود دينجرس على الدوله الاخشيديه هتقول الحدود الغربيه. طب لو قلت لك الدوله الطولونيه مش هتقول الغربيه بقى، هتقول الحدود الشماليه مع الدوله البيزنطيه. حلو. يبقى اكثر الحدود خطوره على الدوله الاخشيديه هي الغربيه. حتى هتلاحظ ان احنا كنا بنقول محمد بن طغ كان بيتصدى للخطر الفاطمي للفاطميين. تمام. لكن طبعا في عهد احمد طولون كان بيشتبك مع الدوله البيزنطيه اكتر، يعني لان في عهد مع احمد بن طولون اصلا ما كانش فيه خطر فاطمي. 14. حدد انتقل حكم مصر نهائيا للدوله الفاطميه سلميا بعد وفاه كافور الاخشيد عن طريق، يعني يا صديقي هنا حكم مصر بقى للفاطميين بعد وفاه كافور، بس بطريقه سلميه. عن طريق طبعا المفاوضات وطلب الامان. لان المصريين لما طلبوا الامان، تمام، جوهر الصقليه يخش معاهم في مفاوضات بص بقى اثر الصيام ده اثر الصيام صدقني. اللسان ده مش عارف بيحصل له ما علينا. يعني يا صديقي جوهر الصقلي هنا هيخش معاهم في مفاوضات وهيديهم الامان. فهنا هيزول حكم الدوله العباسيه والدوله الاخشيديه من مصر، وتصبح مصر ولايه فاطميه. يبقى هنا زال الحكم العباسي والاخشيدي من مصر، واصبح حكم مصر نهائي للفاطميين،
بعد مفاوضات الصلح وطلب الايه الامان، لكن مش عن طريق انقطاع تبعيتها للخلافه العباسيه ولا الحملات العسكريه ولا ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء. 15 من صفات الحاكم المستنير ان يجمع بين العلم والسياسه. اي من حكام مصر الاتيه اسماءهم تنطبق عليه العباره السابقه. حاكم جمع ما بين العلم والسياسه، جمع ما بين الفقه والحكم. طبعا يا صديقي هو عبد العزيز ابن مروان. طب ما انا عندي برضو كافور الإخشيد، لان كافور الإخشيد كان مدرس راجل ايه زعال وقدر يوصل لحكم مصر، يبقى كافور الإخشيد معاه. حلو السؤال ده، حلو قوي يعني. سؤال رقم 16 تمر اي دولة بمراحل مختلفة بين القوة والضعف. من خلال دراستك اي مما ياتي من السمات تنطبق على فترة حكم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. يعني هو مر بفترة قوة ومر بفترة ضعف. هو طبعا مر بفترة قوة عشان خاطر وصلت الدولة الفاطمية الى اقصى اتساع لها في عهده، لدرجة ان هي توغلت في جنوب اوروبا، يعني سيطرت على اجزاء في جنوب اوروبا زي جزيرة صقلية كده. تمام. وكمان خلى الجوامع في بغداد تدعو للخليفة الفاطمي لما قدر يستميل ارسلان البساسيري، وخلى ارسلان البساسيري يخون الخليفة العباسي. بس في نفس الوقت يا صديقي على الرغم من هذه القوة اللي وصل لها المستنصر بالله، الا ان في اواخر عهده هتضعف الدولة الفاطمية بسبب الازمة الاقتصادية. يبقى يا صديقي قوة سياسية ثم قوة اقتصادية، لا، قوة سياسية ثم الضعف الاقتصادي، ثم الضعف الاقتصادي. 17 انتشار الأوباء مثل وباء كورونا الذي عانى منه العالم حديثا يؤدي إلى ضعف الدول. في ضوء ما درست يمكن تطبيق مضمون العبارة السابقة على الدولة، يعني الدولة اللي انتشر فيها مرض. قال لي طبعا الدولة الفاطمية، لأن لو لاحظت في الدولة الفاطمية لما حصلت أزمة اقتصادية في أواخر عهد المستنصر مات ناس كتير. تمام. وطبعا الموت ناس ما كانتش بتدفن، فده ادى الى انتشار مرض الطاعون يا صديقي. انتشار مرض الايه الطاعون. طبعا ما كانش بقى ايه، كانش عندهم كمامات بقى، مش زي عندنا. اول لما لقينا فيه كورونا لقينا الدنيا كلها لابسه كمامات كمامات ايه يا جدعان. سؤال رقم 18 ازدهرت العماره بشكل بارز في عهده. من خلال دراستك العباره تتحدث عن مين؟ يعني واحد في عهده صديقي ازدهرت العماره. طبعا اللي يهتم بالعماره هو العزيز بالله. اشمعنى؟ عزيز بالله صديقي هو اللي عمل قصر الذهب وجامع الاولياء وقصور عين شمس، فالراجل ده اهتم بالعماره بشكل كبير. وده بيدل على فكره ان مصر في الوقت ده كان عندها رخاء اقتصادي واستقرار سياسي برضه، لان انت لو ما كانش فيه استقرار وما كانش فيه رخاء اقتصادي ما كنتش عملت ايه التقدم العمراني ده. 19 عفى صلاح الدين عن أهل بيت المقدس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم، وأعفى غير القادرين والشيوخ والنساء والأطفال من دفع الجزية. يشير هذا الحدث إلى أي من مبادئ الدين الإسلامي؟ طبعا يا صديقي أنا عفيت عنك، يبقى أنا كده طبقت التسامح الديني، يبقى السماح. زي ما عمل بالظبط صديقي عمرو بن العاص لما دخل وأمن الناس على أرواحهم وكنائسهم، فأظهر التسامح الديني. فاللي بيعمله صلاح الدين اليوم عمله عمرو بن العاص في الأمس. سؤال رقم 20 يتضح من خلال موقف صلاح الدين من أهل بيت المقدس إنه يتفق مع مين؟ لسه قايل لك يا صديقي هو عمل إيه؟ عفى عن أهلها وادالهم تسامح ديني. ده زي مين؟ زي بيان عمرو بن العاص بالظبط يا شباب. يعني أنا موقفي مع أهل بيت المقدس بيتشابه مع موقف عمرو بن العاص مع أهل مصر بالظبط. ادالهم تسامح إيه؟ ديني، لكن مش نصوص صلح الرمل ولا صلح الاسكندريه ولا معاهده يافا. 21 من خلال دراستك يتضح من الخريطه المقابله ايه؟ طبعا يا صديقي انت هتلاحظ دي الحمله الصليبيه الكام؟ الخامسه. نزلت على جزيره قبرص، ومن جزيره قبرص هجمت دمياط. طب ايه اللي انت تتوقعه؟ هل ان الحمله الصليبيه ارادت تشتيت المسلمين؟ طب سيطره الصليبيين على قبرص قبل مصر، ولا ان مصر مفتاح الاستيلاء على بيت المقدس، ولا قوة الاسطول البحر الاسلامي؟ طبعا مش سيطرة الصليبيين على قبرص قبل مصر، يعني هم اصلا ما سيطروش على مصر يعني،
ما اصل سيطره الصليبيين على قبرص قبل مصر معناه ان هم سيطروا على قبرص بعد كده سيطروا على مصر، وهم كده كده كانوا مسيطرين على قبرص عموما يعني. الصليبيين كانوا مسيطرين على قبرص تمام، لكن ان مصر مفتاح الاستيلاء على بيت المقدس. بمعنى اصح كده يا شباب، انا لو استوليت على مصر هقدر استولي على بيت المقدس، لان مصر هي ترسانة العالم الاسلامي. مصر اللي واقفه لنا في الزور، مش عارفين نستولي على بيت المقدس بسبب مصر. مصر هي البعبع، هي ليه البعبع بالنسبه للصليبيين. فانت لو سيطرت على مصر هتسيطر على بيت المقدس، لكن مش قوه الاسطول البحري. 22 اثناء معارك الحرب العالميه الثانيه واجه الالمان بعد دخولهم شمال روسيا ازمه جغرافيه لم يقدروا خطورتها، فكانت هزيمتهم. طبعا انت عارف ان هم الالمان اتهزموا في الحرب العالميه الثانيه بسبب ايه؟ حسابات خاطئه يعني في الحرب. اي من الحملات الصليبيه تتشابه مع تلك الظروف؟ طبعا يا صديقي دي الحمله الصليبيه الخامسه، لان الحمله الصليبيه الخامسه فشلت بسبب عوامل جغرافيه. ان المصريين يا شباب المصريين استخدموا مياه النيل، فتحوا السدود والترع وغرقوا الدنيا. فطبعا من الاسباب اللي خلتك تفشل في الحمله الصليبيه الخامسه هو الاسباب الجغرافيه او العوامل الطبيعيه. 23 بين من خلال دراستك احد العوامل الاساسيه في صمود المسلمين امام الحمله الصليبيه السبعه. يعني ايه من العوامل الاساسيه اللي خلتك تصمد في الحمله الصليبيه السبعه؟ دايما كده بقول لك يا صديقي، ورا كل رجل عظيم امراه عظيمه. ورا كل رجل عظيم امراه عظيمه. على الرغم من وفاه الصالح نجم الدين ايوب يا شباب، الا ان شجره الدر لعبت دور كبير جدا في الحمله الصليبيه السبعه. ان هي كتمت خبر وفاه جوزها. كتمت خبر وفاه ايه؟ جوزها. ليه؟ عشان تحافظ على الروح المعنويه. فمن احدى العوامل الاساسيه اللي خلت المسلمين ينتصروا على الحمله الصليبيه السبعه هو دور شجره الدر. يبقى قوه شخصيه شجره الايه؟ الدر. 24 من خلال دراستك لخط سير الحمله الصليبيه الخامسه والسبعه نجد ان اخطر الاماكن الصليبيه على العالم الاسلامي يكمن في طبعا في جزر البحر المتوسط. ليه؟ لان انا عندي في الحمله الصليبيه الخامسه الصليبيين هاجموا منين؟ قال لي هاجموا من جزيره قبرص. طب وفي الحمله الصليبيه السبعه هاجموا من جزيره قبرص. فهنا اللي كان بيشكل خطر على المسلمين هي جزيره قبرص، لان هم بيهاجموا منها. 25 الحكمه التي تنطبق على سقوط بغداد على يد هولاكو زعيم المغول عام 1258 وتدميرهم لها هي. يعني ايه الحكمه اللي انت هتقولها على سقوط بغداد؟ طبعا يا صديقي الحكمه اللي هنطبقها هي الحق بلا نظام يغلبه الباطل، لان الاسلام طبعا هو دين الحق. حلو. بس طبعا يا صديقي ما كانش في نظام، والخلافه العباسيه كانت ضعيفه، ما كانتش عارفه تسيطر على الدولات المستقله، ما كانش عندها جيش قوي، فكانت الخلافه العباسيه ضعيفه. فتمام، فالحق هنا كان ما فيهوش نظام، فده ادى الى انتصار الباطل للاسف اللي هم المغول. سؤال رقم 26 العباره التي امامك تشير الى احد انواع الحروب. طبعا رساله هولاكو، طبعا قلت لك رساله هولاكو كانت ايه؟ كانت بتعتمد على الحرب النفسيه. حرب الايه؟ النفسيه. لما قال لهم اتعظوا بغيركم واسلموا امركم، بمعنى صح كده هتسلمونا مصر ولا نعمل فيكم زي ما عملنا في بغداد؟ احنا شطفنا بغداد، شطفناها بمعنى شطفناها يعني. تعالوا بصوا على بغداد اتدمرت، هندمركم، هتسلموا ولا لا؟ ولكن طبعا يا صديقي قطز قدر يحافظ على الروح المعنويه للمصريين، بس طبعا هم اتبعوا الحرب الايه؟ النفسيه. 27 أشار العز بن عبد السلام على قطز بجمع الأموال من الأمراء والأثرياء أولا ثم الرعية. ليه يا مستر؟ قال لي عشان خاطر يا صديقي عايز يحقق العدالة الاجتماعية. قال له يا قطز يا حبيبي هتجمع فلوس، جمع من الأغنياء الأول قبل الرعاية. لان هنا حماية الوطن مسؤولية الجميع. الجميع لازم يشارك، مش تلمني فلوس من الرعية والغلابة وتسيب الاغنياء، لا لم من كله. يبقى هو كان هدفه هنا تحقيق العدالة الايه؟ الاجتماعية.
سؤال رقم 28. المستحيل ممكن إذا خلصت النوايا وتمت معالجة الأضرار النفسية أي من المعارك الآتية مرتبطة بتلك المقولة. طبعا ده صديقي معركة عين جالوت. ليه؟ في عين جالوت لو تفتكر إن الحاج قطز يا شباب قدر يعالج الأضرار النفسية لما قعد طبعا مع علماء الدين والمماليك عشان خاطر يرفع من الروح المعنوية، وفي نفس الوقت خلى من المستحيل ممكن. المغول كانوا بيتقال عليهم يا شباب ان هم جيش لا يقهر، مفيش منهم يا باشا، جامدين. ولكن يا صديقي قطز قدر بشجاعته وخطته انه يقضي على المغول. فهنا صديقي اهو خلصت النوايا، نيتنا خير الحمد لله، واللي نيته خير الدنيا بتسلك له، فعشان الدنيا تسلك لك خلي النوايا خير. سؤال رقم 29. العين بالعين والسن بالسن، من خلال دراستك حدد اي من الشخصيات الاتيه طبق هذا الامر. طبعا يا صديقي ده الاشرف فيرسباي. ليه؟ الاول احنا قاعدين في امان الله ساكتين، ساكتين، هوب لقينا واحد اسمه جانوس حاكم قبرص هاجم على الاسكندريه يوم الجمعه وهدم البيوت والمساجد وسرق الاسواق، تمام، واعتدى على الاطفال والنساء. فاحنا قلنا له انت اللي بديت، فالعين بالعين والبادي اظلم. فهنا عمنا الاشرف فيرسباي طلع يا باشا بحمله ومسك جانوس ده زفه حرفيا واثره وما عفاش عنه الا لما تم دفع دفيه كبيره. ايه دفيه دي؟ مش بقولك الصيام بيأثر؟ شفت بقى؟ وتم دفع فديه كبيره. تعال بقى نتكلم عن المجموعه الثالثه، اخر حاجه يا شباب. سؤال رقم 1 بيقول لك كان يحكم مصر قبل الفتح الاسلامي حاكم روماني يسيطر على الشؤون الاداريه والماليه والقضائيه. قلت لك لما يكون معاه اكتر من سلطه كده ولا يعرف الفصل بين السلطات، فانت معاك سلطتين هم، ادي سلطه تنفيذيه وادي سلطه قضائيه، تمام. فكده انت لا تعرف الفصل بين السلطات، يبقى هو صديقي عدم الفصل بين السلطات. سؤال رقم 2. قال عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب في مؤتمر الجابية: إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا وهي أكثر الأرض أموالا لهم. تدل هذه العبارة على أهمية مصر للمسلمين من الناحية، طبعا من الناحية الإيه؟ قال لك العسكرية والاقتصادية. ما بيقول لك هي أكثر الأرض أموالا، فطبعا مصر هتبقى مهمة اقتصاديا وكمان هتبقى عونا للمسلمين، لأن فعلا مصر هتبقى عونا للمسلمين عسكريا. ليه؟ لأن من خلال مصر أنت هتفتح شمال أفريقيا وهتفتح بلاد الأندلس. فبص هي كانت عونا عسكريا إزاي؟ لأن ساعدتني على فتح شمال أفريقيا وبلاد الأندلس. سؤال رقم 3. من خلال تتبع خط سير جيش المسلمين في مصر استنتج أكبر مساحة من الأرض دخلها عمرو بن العاص دون قتال كانت في إيه؟ طبعا صديقي دي كانت في بلبيس، تمام؟ لا سوري أنا آسف، بلبيس كان فيها قتال يا ابني، والفرما كان فيها قتال، وحصن بابليون كان فيه قتال. اللي ما فيهوش قتال هو شبه جزيره ايه؟ سيناء. يعني انت عارف ان عمرو بن العاص دخل ودخل مدينه العريش بدون اي قتال لانه فتحها سلما. فتحها ايه؟ سلما. 4. دخول المقوقس في مفاوضات مع القائد عمرو بن العاص في اثناء حصار المسلمين لحصن بابليون دل عليه، يعني المقوقس لما دخل في مفاوضات ده دل عليه. هل انهيار الرومان معنويا ونفسيا؟ طبعا يا باشا المسلمين جامدين. وهنا المقوقس صديقي اطلع على قوه المسلمين ولقاهم جامدين جدا، وخصوصا يا صديقي ان المسلمين اظهروا ان هم بعاد عن التفرقه العنصريه. لما طبعا هنا المقوقس قال لهم انا عايز واحد ابيض بدل الاسود ده، قالوا انت جاي تعمل شوبنج عندنا ولا ايه؟ يا باشا ابيض زي اسود عندنا كلنا واحد، تمام. فده بيدل ان هم بعاد عن التمييز العنصري، وده طبعا خلى الرومان يخشوا في مفاوضات لان ايه؟ وخلاص كده عرف ان هم انهاروا معنويا وايه؟ ونفسيا. 5. استنتج العنوان الذي يعبر عن مضمون شروط صلح الاسكندريه. هو
طبعا يا صديقي انت في صلح الاسكندريه اظهرت الايه؟ الامان. يعني انت قلت انت بايه؟ مش هتتعرض لكنائس المسيحيين وهتسيب اليهود في الاسكندريه، فده معناه ايه؟ ان انت بتدي الامان اهو. يبقى عادل ايه؟ الامان. 6. تعيين عمرو بن العاص وليا على مصر يدل عليه. اشمعنى عينت عمرو بن العاص؟ لان عمرو بن العاص معروف عنه بكفاءته السياسيه والعسكريه. بكفاءته السياسيه والايه؟ والعسكريه. دي يبقى دي بترجع لخبرته السياسيه، لكن مش عشان ضعف في سلطه الخليفه. الخليفه ما كانش ضعيف، ده كان عمر بن الخطاب يا شباب. ما كانش ضعيف ولا حب للسلطه ولا حب لمصر. يعني انا ما مسكتكش مصر، عمر بن الخطاب ما مسكش مصر لعمرو بن العاص عشان هو بيحبها. لا، مفيش الكلام ده. احنا ما عندناش الكلام ده. مش عشان واحد بيحب حاجه هنمسكه يحكمها، لا. 7. سياسة عمرو بن العاص الإدارية في مصر تدل عليه. بص بيقول لك إيه؟ سياسته الإدارية. خلي بالك عمرو بن العاص صديقي عمل إيه؟ أبقى على النظام الروماني في مصر، اللي هو النظام الإداري، اللي هي طبعا كانت مصر مقسمة إلى قسمين: مصر العليا ومصر السفلى، ومتقسمة ل 80 كور، وكل كورة متقسمة لإيه؟ لقرى. الكورة دي اللي هي الإيه؟ الإقليم. حلو؟ فطبعا يا صديقي هو ابقى بس عمل شويه تغييرات بسيطه يعني. بس ده معناه ايه؟ ان هو بيحترم حضاره الايه؟ الروم. انا بتكلم على الاداره، ما تجيش تتكلمني تقول احترام الاديان. لا، انا بتكلم هنا على الاداره. في سياسه عمرو بن العاص الاداريه بتدل ان هو بيحترم الحضاره الرومانيه، لانه ابقى على النظام الاداري بتاعها، ما عملش غير تغيرات بسيطه يعني. 8. خروج البطريرك بنيامين من مخبأه بعد الفتح الإسلامي يدل عليه؟ يدل ان هو شعر بالامان. ما عمرو بن العاص صديقي اصدر عهد الايه؟ الامان. تمام؟ فطبعا جه البطريرك بنيامين من المخبأ بتاعه، وطبعا وداه للكنيسه اللي هي كنيسه الاسكندريه عشان يمارس المعتقدات الدينيه بتاعته. تمام؟ والشعائر الدينيه يعني. سؤال رقم 9. بعد تولي يرجوخ حكم مصر كتب لأحمد بن طولون: تسلم من نفسك لنفسك. يدل المضمون السابق على، يعني بمعنى صح كده ابن طولون هيفضل يحكم مصر بالإنابة. يبقى كده حصل تغيير سياسي؟ لا، زي ما هو الوضع زي ما هو. يبقى عدم تغيير الوضع السياسي. يعني ابن طولون كان بيحكم الأول بالإنابة عن بايكباك. حلو؟ فبايكباك مات، مسك يرجوخ قال له خليك زي ما انت، ما تغيرش، انت هتفضل تحكم بالإنابة. يبقى عدم تغيير الوضع الايه؟ السياسي. سؤال رقم 10. سلوك أحمد بن طولون مع أهالي الشام عند احتراق كنيسة مريم دل على التصافه. أحمد بن طولون لما لقى الكنيسة احترقت قال لأبو زرعة: ما هذا يا أبو زرعة؟ قال: إنها كنيسة مريم. قال له: طب عيد اعمارها من مالي الخاص. يبقى ده بيدل على صديقي على التسامح، ان هو طبعا اعاد اعمار كنيسه وهو اصلا مش مسيحي، هو مسلم، فلما يعيد اعمار كنيسه من ماله الخاص ده بيدل على التسامح الديني. ان الحاكم هنا بيدل على التسامح الايه؟ الديني، لان هو الحاكم يعني، دي مسؤوليه الحاكم يعني، ان هو لازم يتمتع بالتسامح الديني. 11. نستنتج من محاولات الدوله العباسيه استبداد مصر عقب وفاه احمد بن طولون. يعني الدوله العباسيه صديقي حاولت ان هي تسترد مصر بعد ما مات ابن طولون. طب ليه؟ قال لي هنا لان الخليفه العباسي اللي هو المعتمد ما كانش راضي عن استقلال الطولونيين، وكان فاكر ان خمراوي ابن طولون، ابن احمد بن طولون ضعيف، فقال لك يا باشا ابعت جيش عشان اعيد سيطرتي على مصر والشام. يبقى صديق اهو اعتقاده بضعف خمراوي، ان هو كان فاكر ان الحاكم ضعيف بعد ما مات احمد بن طولون. بس طبعا خمراوي طلع جامد يعني، فما ينفعش اقول انهيار الاوضاع السياسيه. خمراوي قوي مش ضعيف، فازاي انهيار الاوضاع السياسيه؟ ولا قيام صراعات داخل البيت الطولوني، ولا تدخل الجند والموالي في الشؤون. لان انا هنا بكلمك بعد وفاه احمد بن طولون مش بعد وفاه خمراوي. يعني الكلام ده حصل بعد وفاه خمراوي، انما انا بتكلم بعد وفاه احمد بن طولون. لم تكن حمله جور الصقلي لمصر هي الاولى، ولكن سبقتها 3 حملات حاولت كل منها ضمها لدولتهم. نستدل من ذلك على اهميه مصر كونها، طبعا يا صديقي هم عايزين يستولوا على مصر ليه؟ لان مصر بتتمتع بالثقل الاستراتيجي، موقعها الجغرافي متميز جدا. غير كمان يا صديقي هيستفيدوا من امكانياتها اذا كانت البشريه او الاقتصاديه، لان مصر انت عارف ان هي بتتمتع بالرخاء الاقتصادي.
وغير كمان يا صديقي خير اجناد الارض موجودين فين؟ في مصر. فهنا صديقي عندها تنوع في خيراتها، عشان كده عايزين يستولوا على مصر. سؤال رقم 13 يدل نجاح جوهر الصقلي في ضم مصر للفاطميين على قدراته. قلت لك المعلم ده كان جاي بايه؟ بلوكشه كبيره، جاي ب100,000 مقاتل، لوكشه يعني. فدخل طبعا وفتح الاسكندريه سلما، والمصريين طلبوا الامان. وهنا بقى بتظهر مهارته السياسيه، جنب مهارته العسكريه بتظهر مهارته السياسيه، انه هيدي الامان للمصريين عشان يكسب ثقه المصريين. يبقى صديقي مهارته العسكريه والايه؟ والسياسيه. استنتج من خلال دراستك كانت الصفه الغالبه في فتره حكم الحاكم بامر الله. مش محتاجه الحاكم بامر الله اصلا من الحكام او من الخلفاء اللي موجودين في عصر القوه والاصدار. فالصفه الغالبه هي الايه؟ القوه. لكن في بدايه عهده كان في فوضى، بس في بدايه عهده بس. هو سنه صغير لما كانت بتحكم ست الملك، قلت لك الست لما بتحكم شقلبت الدنيا. 15 وصلت الدولة الفاطمية إلى جنوب أوروبا. جنوب أوروبا ده يا شباب اللي هي جزيرة صقلية. طب مين اللي سيطر على جزيرة صقلية من الفاطميين؟ قال لي الخليفة المستنصر بالله. مين الخليفة المستنصر بالله في دول بقى؟ هل اللي أقيمت له الخطبة على منابر بغداد؟ ده كلام مظبوط. لأن المستنصر بالله قلت لك قدر يضحك على أرسلان البساسيري لما عزموا على طبق كشري، وقالوا تعالى أرسلان يا حبيبي، أرسلان يا بيبي، أنا عايزك بس تخلي الجوامع تخطب لمين؟ للخليفة المستنصر اللي هو الخليفة الفاطمي بدل الخليفة العباسي. فطبعا هنا أرسلان البساسيري هيخون الخليفة العباسي خيانة. لكن مش اللي جعل مصر قلب العالم الإسلامي. اللي هيخلي مصر قلب العالم الإسلامي هو المعز. قام بإقرار الأمن والقضاء على الفوضى، ده الحاكم بأمر الله. اهتم بالأمور السياسية والعمرانية. طبعا اللي اهتم بالسياسة والعمران يعتبر هو مين؟ هو العزيز. سؤال رقم 16 يدل الصراع بين الوزراء الفاطميين وزيادة نفوذهم على، يعني صديقي الوزراء بيتصارعوا ونفوذهم ازداد، يعني قوتهم ازداد وهم اللي بيتحكموا في الدولة. ده معناه ايه؟ ان الخليفة هلهول. لان لو خليفة قوي ما كانش هيحصل الصراع ده، كان هو اللي هيعين الوزير بمزاجه وهو اللي هيتحكم في الدولة، مش الوزير هو اللي يتحكم في الدولة. انا بقول لك ازداد نفوذ الوزراء لدرجة ان في مرحلة الضعف في عهد الدولة الفاطمية كنا بنقول على الدولة الفاطمية هي دولة الوزراء، لان الوزير هو اللي بيتحكم بالفعل في الدولة الفاطمية والخليفة فرفور. فهو صديقي ضعف قدرة الخلفاء على إدارة الايه؟ البلاد. لكن مش تفكك الدولة ولا تمتع الوزراء بالسلطة المطلقة، لأن الوزراء ما معهمش السلطة الدينية. لسه الخليفة هو اللي ليه مكانته الايه؟ الدينية. ولا ارتفاع القدرة العسكرية للوزراء. 17 استعان كل من شاور وضرغام بقوة خارجية خلال صراعهما على منصب الوزارة في مصر. يدل على ايه يا شباب؟ يعني انت هنا لما بتستعين بقوة خارجية، ده يدل على ايه؟ على عمق الانقسامات الداخلية. الانقسامات الداخلية بينهم كانت في مرحلة خطيرة جدا جدا، لدرجة ان هم استعانوا بقوة خارجية اهو، ما حلوش مشاكلهم بينهم وبين بعض. فشفت وصلت الانقسام الى ايه؟ ان هم بيستعينوا بقوة خارجية عشان يخلصوا على بعض. فدي بتدل على عمق الانقسامات الداخلية، لكن مش سيطرة نور الدين على الخلافة، ولا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ولا انهيار المكانة الدينية للخليفة، لا. 18 من خلال دراستك رغبة البابا أوربان الثاني في السيطرة على الأماكن المقدسة في الشرق تزيد له، طبعا دي هتزود له يا شباب، هتزود له زعامة روحية، لأن هو كده سيطر على الأراضي المقدسة. فده سبب ديني. سبب إيه؟ ديني. طيب نكمل كلامنا يا شباب. سؤال رقم 19
ضعف الأمة الإسلامية عند مجيء الحملات الصليبية يعود إلى شباب. طبعا ده بيعود، احنا حليناها الخلافات السياسية والمذهبية، قلنا في انقسامات سياسية، دولة فاطمية موجودة في مصر، ودولة سلاجقة اللي هي الدولة السلجوقية موجودة في الشام. تمام؟ فطبعا المسلمين هنا مش متحدين، منقسمين سياسيا، وطبعا مذهبية، لأن طبعا هم على مذهب الشيعة اللي هم الفاطميين، والسلاجقة على المذهب السني. سؤال رقم 20، استنتج أحد الدروس المستفادة من نجاح الحملة الصليبية الأولى. إيه اللي أنت استفدته من الحملة الصليبية الأولى؟ إن الاتحاد قوة التفرقة ضعف، لأن نجاح الحملة الصليبية الأولى بيرجع إلى انقسام المسلمين. حتى دولة السلاجقة لو تفتكر كانت نفسها منقسمة، مش قلت لك الدولة دي دولة كده عبارة عن إمارات، صح؟ دولة مفروض بيحكمها حاكم، بس هي عبارة عن إمارات، وكل إمارة عليها إيه؟ أمير. الأمراء دول كانوا بيضبوا في بعض، فكانوا منقسمين، فده سهل على الصليبيين إن هم يسيطروا على الشام. يبقى هنا الاتحاد قوة تفرقة ضعف، ده اللي أنا استفدته. لأن هم لما كانوا متحدين، المسلمين كانوا متحدين، كانوا يبقى أقوياء ويقدروا يتصدوا للحملة الصليبية الإيه؟ الأولى. 21، استنتج الدرس الذي تعلمه عماد الدين زنكي من نجاح الحملة الصليبية الأولى. إيه اللي تعلمه عماد الدين زنكي؟ هو عماد الدين زنكي بيسأل هي الحملة الصليبية الأولى دي نجحت ليه؟ قال لك عشان خاطر المسلمين كانوا منقسمين. قال لك بس سهلة، نتحد، نحقق الوحدة. بالفعل يا صديقي عماد الدين زنكي هيبدأ إن هو يعمل إيه؟ يوحد الجبهة الإسلامية. يبقى الاستعداد الجيد قبل المعركة. قبل إيه المعركة؟ إن هو استعد بشكل كويس جدا. استعد إيه؟ بشكل كويس جدا، إن هو يتحد حتى قبل ما يخش معاهم في معركة، لأنه يخش معاهم في معركة ويسترد منهم إمارة الإيه؟ الرها، اللي هي أولى الإمارات الصليبية يا صديقي. حلو؟ لكن مش اتخاذ الموصل مقر للقيادة، مش ده اللي أنا اتعلمته من نجاح الحملة الصليبية الأولى، ولا مفاجأة العدو، ولا الرها أضعف الإمارات الصليبية، لا. 22، نجاح نور الدين محمود في السيطرة على مصر يعود إليه. طبعا يا صديقي هو نور الدين محمود أصلا إيه اللي وداه مصر وخلاه يسيطر عليها؟ قال لي عشان كان في صراع سياسي. صراع ايه سياسي؟ بين مين ومين؟ قال لي بين شاور ودرغام. طبعا صراع سياسي لان هما الاثنين بيتصارعوا على منصب، اللي هو منصب الوزير، اللي هو كرسي الوزاره. فده طبعا اللي هيسهل على نجاح نور الدين محمود ان هو يسيطر على مصر. يبقى الانقسامات السياسيه في ايه؟ في مصر. سؤال رقم 23، من خلال دراستك استنتج اي من الاتي يعبر عن سياسه ارناط امير حصن القرق تجاه المقدسات الإسلامية. ايه من الإجابات دي بتدل على سياسة أرناط؟ هل احترام العهود والمواثيق؟ لا ده مش بيحترم، ده ابن كلب، ده نقض ايه؟ الهدنة اللي عملها صلاح الدين مع بلدوين. طبعا مش التزام بحرية الرأي ولا حرية العقيدة، ولكن سياسة أرناط بتدل على التعصب الديني، لأنه بيهاجم يا صديقي قوافل الحجاج وعايز يستولى على المدينة ومكة، وبيقول لك أنا لو رحت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هينهش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل؟ الراجل ده وصل لدماغه لإيه؟ الراجل كان مجنون. 24، انتقلت سياسة صلاح الدين من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في علاقته العسكرية مع الصليبيين. نتيجة يعني صلاح الدين يا صديقي هيبدأ بقى يتحول من الدفاع للهجوم. نتيجة إيه؟ هل وفاة نور الدين محمود؟ لا. هل سياسة أرناط؟ ده كلام مظبوط، لأن سياسة أرناط هي اللي هتخلي صلاح الدين يبدأ يعمل تعبئة شاملة ويجيب جيش ضخم عشان يواجه الصليبيين في معركة حطين. فبص أنا كنت الأول بدافع، هبدأ أهاجم بقى عليهم وأخش معاهم في معركة اللي هي معركة حطين. بسبب مين؟ أرناط. بسبب ممارسات أرناط على المقدسات الإسلامية، عمال يهاجم قوافل الحجاج وعايز يسيطر على المدينة ومكة. ده مجنون في عقله، ده تعبيط. فهنا حماقة إحدى أمراء الصليبيين هي اللي هتخلي صلاح الدين يتحول من الدفاع للهجوم. كان مش نقد ولا ملك بيت المقدس ما نقضش الهدنة، اللي نقض الهدنة أرناط، وأرناط ده مش ملك، أرناط ده أمير على حصن القرق. 25، جاء فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة نتيجة نقض قريش لشروط صلح الحديبية. تشابهت أسباب فتح مكة مع أسباب، طبعا دي معركة حطين وش. ليه؟ هو أنت دخلت في معركة حطين ليه؟ قال لي بسبب نقض رينو
ديشاتيو اللي هو أرناط للهدنة، يعني ده نقض الهدنة. نفس الكلام يا صديقي قريش لما نقضت ايه؟ صلح الحديبية، قام الرسول بفتح مكة. 26 كانت نتائج معركة حطين دليلا على إظهار مبدأ إيه يا شباب؟ طبعا نتيجة معركة حطين، نتيجة معركة حطين هتحول الصليبيين من الهجوم للدفاع، يعني أنا صلاح الدين هيبدأ يهاجم بقى بعد معركة إيه؟ حطين. فهنا صديقي أظهرت مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع، يعني أفضل وسيلة إنك تدافع بيها عن نفسك وعن المسلمين إن أنت تهاجم، وده اللي عمله صلاح الدين، لأن من نتائج معركة حطين إنك هتحول الصليبيين من الدفاع للهجوم. 27 من خلال دراستك استنتج شروط صلح الرملة تدل على اتصاف صلاح الدين بايه؟ طبعا يا صديقي ده بيدل على تقبل للآخر أو تقبل الآخر، بمعنى صح كده صلاح الدين في الصلح قال لهم بيت المقدس هيفضل في إيد المسلمين، ومقابل ده احنا هنخلي الصليبيين يجوا يحجوا في بيت المقدس عادي جدا. احنا ناس بنظهر التسامح الديني، عندناش مشكلة الصليبيين يجوا يحجوا. 28 استهداف الحملات الصليبيه لدمياط يدل على ايه يا شباب؟ امال ليه استهدفوا دمياط؟ قال عشان دمياط يا شباب كانت في الوقت ده مش صلاح دمياط لمرور السفن الحربيه ولا ضعف القوات البريه في دمياط ولا قرب دمياط، ولكن التحصينات ما كانتش قويه في دمياط، يبقى ضعف التحصينات البحريه لدمياط. عشان كده هاجموها مرتين في الحمله الصليبيه الخامسه والحمله الصليبيه الايه؟ السبعه. سؤال رقم 29 يقول روبرت هاف من السهل علينا اتخاذ القرار الجيد، أما اختيار القرار السيء فلربما يكون تدميرا لتاريخك. في واحد اختار قرار سيء وده دمر تاريخه. مين هو بقى؟ قال لي ده كان الملك الكامل لما عمل معاهدة يافا مع فريدريك الثاني. فاكر انت لما الامبراطور فريدريك الثاني جيب حملة صليبية؟ فريدريك الثاني يجيب حمله ايه؟ صليبيه عشان يساعد الملك الكامل في صراعه ضد اخوه المعظم عيسى. ففريدريك الثاني يا شباب هيجي، ولما يجي طبعا هيقول له انا مش هينفع ارجع وايدي فاضيه، لازم ناخد بيت الايه؟ المقدس. فعمل معاه معاهده يافا وسلمه بيت المقدس. فطبعا هنا كان قرار سيء من الكامل وده دمر تاريخه. سؤال رقم 30 نجح القادة الأيوبيين في معركتي حطين والحملة الصليبية الخامسة في الاستفادة من ايه؟ طبعا قلت لك هنا في معركة حطين انت قفلت المية على الصليبيين وده أدى إلى انتصارك. في الحملة الصليبية الخامسة انت فتحت المية على الصليبيين وده أدى لانتصارك. تمام؟ لما قطعت طبعا الصلة بين الصليبيين والقاعدة العسكرية في دمياط. فالطبيعة الجغرافية لميدان المعركة اللي هو المية. أخفت شجرة در خبر وفاة زوجها أثناء الحملة الصليبية السبعة. نتيجة لإيه؟ قالوا والله يا مستر هي عايزه تحافظ على الروح المعنويه، لان هي لو قالت للناس ان الحاكم مات، الحاكم اللي هو حاكم الدوله الايوبيه اللي هو طبعا الصالح نجم الدين ايوب مات، طبعا يا صديقي هيحصل ايه؟ روحهم المعنويه هتضعف وهيخسروا ضد الصليبيين. فهي لا، هي عايزه تحافظ على الروح المعنويه عشان تحافظ على معنوياتهم في معركتهم ضد الصليبيين. يبقى خطوره الاحداث المعاصره للخبر هي اللي خلتها تخفي خبر وفاة جوزها. 32 جاء موقف العزيز عبد السلام في الإعداد لجيش معركة عين جالوت ليؤكد عليه. طبعا انت عارف ان العز بن عبد السلام قال له لم فلوس الأول من الأغنياء قبل ما تلم من الرعية. فده معناه ان هو كان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية وانه يخلي الكل يشارك في ايه؟ في الدفاع عن الوطن. يبقى الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع. 33 ظهرت سياسة اتباع التتار التحالفات لمواجهة المماليك خلال عصر كل من السلطانين. طبعا يا صديقي انت عارف ان التتار بعد ما اتهزموا في عين جالوت بدأوا يتبعوا سياسة التحالفات. يعني عندك كان القائد ساعتها اللي اسمه ايه؟ اغا او ابغى. تمام؟ ابغى التتاري عمل تحالف مع السلاجقة وعمل تحالف مع ليو الثالث. عمنا ابغى تحالف مع السلاجقة وايه؟ وليو. تحالف مع السلاجقة ضد بيبرس
وبيبرس هزمه في معركة الأبلستاين، وتحالف مع ليو الثالث ضد المنصور قلاوون واتهزم في معركة حمص. يبقى بيبرس والمنصور قلاوون. 34 يدل موقف السلطان الأشرف برسويه من الملك جانوس على إيه؟ طبعا يا صديقي الأشرف برسويه كان موقفه إيه؟ راح حباشة، ضرب جزيرة قبرص وأسر الملك بتاعها اللي هو جانوس، فأظهر له هنا المهارة العسكرية والقدرة العسكرية للمماليك. لكن هو مش العفو عند المقدرة، ده ما عفاش عنه غير لما دفع فدية كبيرة. لما دفع فدية كبيرة تمام. لكن هو أظهر له القدرة العسكرية، لأن أنا رحت سيطرت على جزيرة قبرص وخدته من وسطهم كده وجبته وزفيته. قعدت اقول جانوس جانوس مربوط زي الجاموس جاموس. كده صديقي يبقى خلصنا تمام كده الدنيا تمام. انا حليت لك اهو وظبطت لك الدنيا. متنساش بقى صديقي تدعمنا عشان خاطر بفضل ربنا وبفضل دعمكم باذن الله نوصل ل 100,000 سبسكرايب. سلام.